تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بلادنا بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتشكل مناسبة جديدة لتعميق علاقات التعاون الأصيلة المتأصلة بين البلدين الشقيقين، وهي زيارة يعبر فيها المواطنون عن ترحيبهم بضيف المغرب الكبير، يشيدون بأواصر علاقات تاريخية استراتيجية أخوية استثنائية تجاوزت حدودها جميع المجالات، مما جعل منها نموذجا متميزا للعمل العربي المشترك. يستمد الفعل النضالي للمغرب والإمارات قوته من هذه الأخوة الصادقة والتلقائية التي تجمع بين جلالة الملك والقيادة الشقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. والمغرب بقيادة جلالة الملك يظهر اليوم كل المحبة وصدق المشاعر، ويشيد بالتعاون التنموي، ويمتن بزيارة ضيف جلالة الملك، وهو الضيف المبجل المرحب به في كل مناسبة لزيارة بلده المغرب وبلد كل الأشقاء الإماراتيين. وتنضاف اليوم إلى صرح العلاقات المغربية الإماراتية لبنة كبرى ومعلمة استشفائية جلة تتمثل في مستشفى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالدار البيضاء، الذي يشرف على تدشينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو إنجاز رفيع ومشروع طبي رائد يشيد وفق المواصفات العالمية ليوفر علاجات دقيقة وجد متطورة، وهو مؤسسة خاصة بالعلاجات والتكوين والبحث، ثمرة شراكة استراتيجية تجمع المغرب بدولة الإمارات تسهم في تحسين الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية كشرط أساسي لتحقيق تنمية بشرية متكاملة وشاملة. ويلبي هذا المستشفى المتطور جدا في جانبه التقني حاجيات العلاجات الطبية المرجعية، بل تتعدى خدماته حدود المملكة لتمتد إلى حاجيات الشعوب المغاربية والإفريقية في علاجات وخدمات طبية من الدرجة الثالثة. كما سيوفر هذا المنجز الهام بفضل نظرة مستقبلية لتطورات الطب الاستشفائي علاجات خارجية متطورة تشمل كل الاختصاصات. وبلغة الأرقام تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 205 من الأسرة، و46 قاعة للفحوصات الطبية، و85 قاعة للعلاجات والكشوفات، و8 قاعات للعمليات، تتمحور حول 4 أقطاب للتميز هي الأونكولوجيا وطب القلب والمستعجلات طب الأم والطفل. يشتمل المستشفى على مختبر عصري ومندمج يعمل بآخر الابتكارات التكنولوجية في مجالات التحاليل الطبية، وقسم للطب الإشعاعي مزود بتجهيزات من الجيل الجديد للتصوير الإشعاعي. ويضم المستشفى أيضا مصلحة للطب النووي، وقسما للفحوصات والكشوفات الوظيفية، ومركزا للتنظير الباطني متعدد الاختصاصات، ومركزا للألم يجمع بين تخصصات التخدير والأمراض العصبية والأمراض العقلية. تعتبر زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تتويجا لمسار طويل من التفاهم والتقارب على أعلى المستويات بين البلدين الشقيقين. كما تبرز هذه الزيارة بوضوح العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لجعل العلاقات المغربية الإماراتية ترقى بشكل دائم إلى نموذج للتنسيق والتوافق والتعاون،
والرؤى المشتركة بخصوص جميع القضايا والمجالات ذات الاهتمام المشترك. البلدان الشقيقان المغرب والإمارات عازمان على إعطاء دفعات قوية للتعاون الثنائي، والبلدان المغرب والإمارات يرسمان معالم انخراط دائم من أجل حاضر ومستقبل يطبعه الإخاء والانسجام، ولأنهما بلدان يتطلعان إلى مستقبل مشرق مشترك، فقد حرص على الارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها وتفعيلها في قطاعات مثمرة ومنتجة جعلت دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات العربية في المغرب، كما تمتد الأيادي البيضاء لدولة الإمارات لتشمل قطاعات اجتماعية إنسانية عديدة ومتنوعة، مما يعكس انتقال العلاقات بين البلدين من مستوى علاقات الصداقة والتعاون إلى مرحلة الأخوة الاستراتيجية. فبالحضور الحقيقي البارز والمثمر والفاعل والمؤثر يخوض المغرب والإمارات مسيرات التجديد والتحديث، وهما اليوم المغرب والإمارات يواصلان الخطى في مجالات التنمية البشرية والتعاون المشترك. في ختام أنشطة اليوم بالدار البيضاء ودع صاحب الجلالة بالمطار ضيفه الكبير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. مؤسسة طبية بمواصفات